السلام عليكم. اليوم شيواتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم الكسكس ديالها الفاسي. المهم راه كسكسو كلشي كيعرف يديرو، ما غادي نقول لكمش عاوتاني انا اللي كنديرو بوحدي. المهم عندي واحد كيلو ديال اللحم الكالف، عندي واحد 2 كيسان ديال العنبه كبار ديال الحمص فازك بايت، عندي كاس اللارب ديال كاس ما عامرش ديال العنبه، زيت بلديه وروميه. وعندي بالنسبه للخضره عندي خيزو، عندي المكور، عندي قزبور بيضه ديال القزبور ومعدنوس هما هادو معقودين، ما غاديش نديرهم تما. عندي قرعه وحده خضراء، وعندي واحد اللفته ما كنبغي ندير قليل اللفت على حسب انا ما عنديش معاه بزاف. عندي اللي كاين اللي كيبغي يدير حتى بطاطا كيدير بطاطا، وعندي 2 مطيشات مقطعاهم. كاينين اللي كيديروا مطيشه، انا كنفضلها نديرها مع اللحم، كاينين اللي كيرميوها مع الخضره، انا بغيت نرميها مع اللحم كتعجبني ديك النغمه ديالها. وعندي 2 بصلات مشلضين. وبالنسبه للخضره راه كاين عدد الناس اللي تيديروا له، حنا كنقولوا له سبع خضاري. المهم بالنسبه هادشي اللي عندي متوفر هو اللي دابا انا درته. كاين اللي كي قلت لكم كاينه بطاطا، وكاين اللي كيضيف معاه الزبيب ما كيعسلو كيديروا فوق منه. انا ما درتوش، خليت الزبيب بوحدو ديال الدجاج اللي كنت درتو. وبالنسبه للكسكسو ها هو وجدته قبل، ها هو مفور. والطريقه ديالو باش كنصوبو راه عندي في سكسو تفايه اللي كنت صوبت ديال الدجاج بتفايه. وبالنسبه للعطريه عندنا الملحه، عندنا سكينجبير، الابزار، الزعفران، السمن. هادو هما المقادير اللي غادي ندخل دابا ان شاء الله. غادي ندوزو للنصيب. عندنا اللحم غادي نضيفوه هنايا، كنت شاعله البوطه، غنزيدها شويه د الماء. غادي نضيفو اللحم كامل. دابا غادي ندوزو للعطريه. غادي نديرو السكينجبير، غادي نديرو الابزار، الملحه تكون شي شويه مزيدين شي شويه في يديكم، لا باش تجي ديك اللحيمه لذيذه بزاف. مع المرقه غادي تدخل فيها في مره، ويدخل غادي طيب فيها المرقه والحمص، وغادي يطيب فيها البصله، وغادي يطيب فيها الخضر كلها. يعني نديروا القياس في مره ديال الملحه. بالنسبه للسمن ما غاديش نديرو، غادي ندير دابا الملون الاصطناعي. كذلك غادي نزيد هذيك مطيشه. دابا غادي نشحر مزيان هاد البصله مع هاد مطيشه مع هادشي تتشحر لي مزيان ونرجع لكم. في هنا من بعد ما تشحر لينا اللحم مع البصله ومطيشه، دابا غادي نضيف له الزيت، وغادي نضيف له الحمص في مره. ودابا غادي ناخذ القياس ديال هذه منها 2 زلايف ديال الماء، وغادي نشد على هذا اللحم، ومن بعد نتلاقى بكم بعد ما غادي يطيب باش ندوزو نشوفوا عاوتاني الخضره. عندي هاد الخضره هذه راها بالجلده ديالها، حنا عندنا كتباع هكذا اللي راه بحال الفورمه ديال النقاصه. من بعد نوريكم انا كنديرها بالقشره ديالها باش من بعد عاد قبل ما كطيح ليا في الطنجره. هذا القياس د الماء اللي درت، يعني ما تطلعوش بزاف، هي القياس اللي انا درت اللي غيطيب فيه اللحم وغادي يطيب فيه الخضره. اما بالنسبه للقزبور ومعدنوس ما غاديش نديرو دابا، غادي نرميه مع الخضره. صافي هنا الحمد لله هو طاب اللحم. دابا غادي نهزو، راه طايب مزيان. غادي نهزو كله في هاد الغطار، وغادي يبقى الحمص طبيعه الحال. غادي علاش كنهز اللحم باش حيت نكونوا كنصبو، ما غاديش تبقى لنا الخضره كتهرس لنا مع اللحم وكتبقى كطيب بوحدها احسن. واخا كتهزو مع شي حاجه شي حميمصات ولا شي بصيله ماشي مشكل،
ها نتوما شفتوا. بالنسبه نشعل على البوطه. بالنسبه لهاد الخضره، كاين اللي كيبغي الحار يدير المزاود معاها، يعني الفلفله، ماشي الفلفله، المزاود الحمر ولا الخضر. كاينين اللي يبغيو الحرور، ما هو السكسو حار، ولكن بالنسبه انا ليا الدراري ما غاديش ندير الحار، لانه يمشيو يخليوه لي في الراس ما ياكلوش كاع. اللهم كي قلت لكم كاين اللي كيرمي بطاطا، هادو غير اللفت. وهذا خيزو حتى هو، حنا عندنا الخيزو ديالنا تيطيب زبده، حتى هذا القلب ديالنا حنا عندنا كيطيب ضيه. وهذا المكور. وغادي ندير هاد الربيطه ديال القزبر ومعدنوس من الفوق. من بعد ما يغلى مزيان غادي نرمي له هاد السمينه هادي، ها هياتي، باش غادي تعطي النغمه بعد داك المريقه. دائما تكون الخضره عاليه على المرقه، لان المرقه الخضره كتطلق الماء، لانكم فاش غادي تطلق الماء غادي يتزاد الماء مع المرقه اللي عندنا. صافي غادي نغطي دابا عليها حتى تصهاد وتطلق داكشي، ومن بعد ما تغلي غادي نرمي لها السمن. هانتوما شفتوا المرقه كي تضاعفات، ما زدتهاش. دابا غادي نزيد ديك السمينه وغادي نخليها حتى ان شاء الله نتلاقاو مع الشكل النهائي ديال هذا الطبق ديال السكسو ديال اليوم. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما كيكمل السكسو غزال جا وعطي واحد الريحه هائله ما نحتاجش نقول لكم. وجمعه مباركه ان شاء الله دائما، وبصحه وراحه لكم. وكنرافقوه مع هاد لاصوص ديالو المرقه وهاد اللبن، يعني اللبن كيجي دائما مع الكسكس، سواء بالنسبه غير لهاد ديال قولوا لي ديال الخضره، ما بالنسبه ديال الزبيب ما كيجيش معاه اللبن. هذا هو الكسكس ديالي، كنتمنى يعجبكم وبصحه وراحه.